ومرحبا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من حلقات أكل الديابة. ازيكم عاملين ايه؟ والله وحشتونا من الحلقة اللي فاتت. طبعا أكل الديابة لو انت أول مرة تشوفنا يعني الناس الأكيلة اللي بتحب الأكل، بنعمل ريفيوهات وبنشوف افتكاسات وبنجرب حاجات جديدة. فانت لو بتحب الكلام ده معلم انت في المكان المناسب. ما تنسوش يا شباب صفحة الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها هنا اهوت، وصفحة الانستجرام هتلاقوا بتاعها هنا اهوت، وكمان أهم حاجة الهاشتاج. فعل هاشتاج أكل الديابة، ادي زوبة زقة، عايزين نوصل اكبر عدد من الاكيله اللي بيحب كل جديد. الريفيو المره دي من مطعم للناس اللي بتحب الفرايد تشيكن، وهو مطعم كريسبي ميز. لو حد يعرفه هو مطعم مش جديد قوي، ليه فرعين، واحد في شبرا والتاني في مدينه نصر. واحنا بنعمل الريفيو كده على السريع هنعمل تحدي قول واعمل، وهتبقى ضرب نار. يلا بينا بقى يا شباب نعمل ريفيو ونشوف مين فينا المره دي اللي هيكسب التحدي. اول ايتم معانا هو سناك ميل. طبعا ما ينفعش نجرب من مطعم فرايد تشيكن من غير ما نجرب الميلز بتاعتهم، والميل دي تمنها 95. وزي ما انت شايف يا عزيزي دي الوجبة متكاملة كاملة، عبارة عن قطعتين فرايد تشيكن مع كول سلو. طبعا زي ما انت شايف ملفوف اهو، وحبة بطاطس. وجبة كده صغننة. تعالى بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. بس تعالى قبل ما نحكم على الكمية تعالى نشوف جودة الاكل عاملة ازاي. وجبة عبارة عن قطعتين بس، وطبعا هو بيسألك اذا كنت عايزها سبايسي ولا عادية. هم بصراحة جايبين قطعتين مش متناسقين، حتة كبيرة قوي والحتة التانية دبوس تقريبا ربع فرخة يا معلم، وايه وراح هوبا عملهم حتتين. ناخد بقى ايه القطة المتينة ونشوف ايه الكلام. بتدوب في بقك وانت بتاكلها. طبعا احنا جربنا فرايد تشيكن من مطاعم جامدة كتير زي هارت اتاك وزي تيكوس وتشيكن فيلا، يعني في الحتة بتاعت الفرايد تشيكن دي مطاعم كتير. بس للأمانة هي جودة يعني الفراخ بتاعتهم مش واو، مش حاجة فشيخة زي ما بيقولوا، لكن هي يا معلم شغالة. يمكن السعر غالي سيكا، لكن وجبة كده يا معلم زي ما انت شايف جاي معاها عيش وجاي معاها كول سلو وحبة بطاطس، فهي في الأسعار بتاعت اليومين دول شغالة. قبل ما نقول التقييم هندوق البطاطس عشان نحكم بقى الوجبة ككل. هي طبعا البطاطس شكلها كده مرهقة، هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. مش واو، بس برضه في نفس الوقت ما تقولش عليها ان هي وحشه. انا هدوق الكول سلو لحد محمد بيخلص الفرخه اللي في ايده والبطاطس. الكول سلو من اول ما خدت منها بصراحه في طعم كده غريب، فهي مش طازه. مشكله بتحصل في مطاعم كتيره ان الكول سلو يا معلم مش اي حد بيعرف يظبطه. بقى بعد ما اكلت الوجبه ونسفتها نسف تديها كام من 10؟ والله يا معلم هو طبعا السعر غالي هبابه، وجوده الاكل يعني برضه مش جامده قوي، بس ممكن تدي كده الوجبه دي على بعضيها 6 من 10. نخش بقى في التحدي يا معلم بتاع قول واعمل، وكل واحد فينا هيسحب كارت، واللي هيعرف يعمل الكارت بتاعه هو اللي هياخد نقطه. يلا بينا بقى، كل واحد بيسحب كارتين، واحد قول وواحد اعمل، وبعد كده بيختار كارت منهم بينفذه. انا عن نفسي هختار اعمل، وانا يا برنس هختار قول. يلا قول بقى. عندك فوبيا من ايه؟ انت بقى عندك فوبيا من ايه؟ على عكس عادة اي مواطن مصري بيجي يا معلم لما يروح اي مشوار بيبقى متأخر، فانا بحب يا معلم لما اجي اروح اي حتة يبقى عندي ميعاد مع اي حد ابقى موجود قبليها مثلا بتاع 5-10 دقايق. احنا عندنا في مصر متعودين على طول ان احنا لازم نتاخر، بنحب التاخير قوي. يعني تقول له مثلا الساعه 10 يجي لك مثلا 12 1 الصبح 3 الصبح حاجه كده. فانت تبقى عامل حسابك. فانت تبقى متوقع ان هو هيتاخر كده. فانا فوبيتي ان حد يتاخر عليا كده انت خدت نقطتين. ده كده قول. السؤال ده كان بنقطتين. انا بقى عندي السؤال اللي معايا اللي هو اعمل، بيقول لك قول هاي ل4 اشخاص انت ما تعرفهمش، فانا هقول هاي لكل المتابعين بتوعنا. هاي ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ وابقى انا كده خدت 3 نقط بتوع اعمل. فالتشالنج دي كده برنس بقت 2-3. تعالى بقى نرجع للايتمز بتاعتنا ونشوف الحاجه اللي جايه معانا ايه. هوبا خش لي بقى الاربياتا. يعني هم عندهم انواع باستات كتيره، تشيكن ومش عارف ايه. يمكن الاربياتا بيبقى فيها حبشتكنات شويه، هنشوف دلوقتي. الباستا ثمنها 55. والمحب بقى الباستا، واحد باستا معمول عليها بوايت صوص مع حبه حبشتكنات وفلفل، والباستا دي عزيزي اسمها اربياتا. تعالى بقى ندوق ونشوف هل فعلا هي اوفر ريتد ولا اندر ريتد. يعني الحاجه الغريبه اللي جات لنا مع الباستا دي رغيف العيش ده. يعني لا حول
حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. خبز بالثوم. خلينا ندوق ونشوف ايه الطعم، وتعالى نشوف الباستا دي يعني هتبقى حلوة ولا اي كلام. اي كلام. انا بصراحه شايف ان الفلفل مع المكرونه عامل جو حلو. طماطم مش قوي، انا ما بحبش الطماطم عامه. طعم المكرونه مع الصوص حاسس ان هي بتقول كلام. يعني احنا اخر مره جربنا باستا بالمطعم اللي فات، برضه ما تنساش تخش على البلاي ليست اللي اسمها اكل الديابه وتتفرج على الريفيوهات القديمه لو انت عايز تتفرج على التحديات اللي فاتت. ما كانش بصراحه طعم الباستا جامد، لكن المكرونه انا حاسس بصراحه المكرونه بالصوص احسن من اللي فاتت. بس هي بس الحاجه الوحيده اللي انا مش فاهمها يعني ما فيش قطع كده تتحط على وش كده طري على قلب الصايم. يحطوا مثلا لحمه مفرومه، يحطوا مثلا فراخ، اي حاجه تدي طعم. الحاجات دي يا معلم كانت في الباستات التانية، فالباستا دي للناس اللي بتحب الخضروات مع المكرونه بتاعتها. فيجيتيريان يعني. ايوه الله ينور عليك. ده كان انا بصراحه لحد دلوقتي طعم الباستا دي يعني ايه مستهويني. الصوص اللي محطوط عليها مظبوط، والخلطه بتاعه الطماطم مع الفلفل مع الصوص مع المكرونه اللي مظبوطه، اللي انت مش حاسس ان هي نيه، يعني اتكيفت. انا عن نفسي بصراحه بالرغم ان في حاجات انا شايفها ناقصه بصراحه دي تستاهل تقييم حلو. 7 من 10 كتير قوي عليه. ده غير اللي عجبني في الحوار ان 55 جنيه يعني برضه مش رقم كبير، وكميه المكرونه اللي معموله في الدش يعني حلوه. السعر بصراحه تحفه، فهي تستاهل التقييم اللي هي خدته جدا. وهوبا هجمه مرتده للتحدي بتاعنا. اسحب بقى يا معلم كارت وقول وكارت اعمل، وتعالى نشوف المره دي مين اللي هيغلب. اختار حاجه. انا شكلي هختار قول المره دي برضه. انا هحاول اعمل بقى. بيقول لك صفه نفسك تبقى عندك. ايه الصفه؟ انا عن نفسي ابقى سوبر مان. اللي انت لابسه ده انت ماشي كده العيال الصغيره تقلدك. انا الصفه اللي نفسي تبقى عندي فعلا يا معلم كده، بس دي حاجه سوبر هيرو قوي. انا بقى نفسي بقى بقول لك نفسك ان انت فنفسك بقى تلبس الكربت بتاع سوبر مان دي. لا مش الكربت، انا مش عايز الكربت. خليها لك، انا مش عايز. انا عايز اطير انا. والشورت كلوت بتاعه وتيجي هوبا حتى زي الراجل العناب احمد فهمي، صح؟ احمد فهمي عمل حاجه كده على الراجل العناب. لا يبقى مثلا بدل سوبر مان ديبا مان وولف مان مثلا، عارف انت. بس فدي صفه يعني ايه ممكن تبقى قوه خارقه. يعني التشالنج دي كده خدت فيها نقطتين، وانا كنت واخد نقطتين قبل كده، فانا كده بقيت 4. ماشي. انا بقى هختار اشرب ازازه ميه في 20 ثانيه. انا طبعا بعرف اشرب ميه في 20 ثانيه، دي حاجه سهله بالنسبه لي. وادي يا برنس ازازه الميه اخبط دي فعلى بق واحد. على بق واحد ما تقفش 20 ثانيه مش هقف. ما تقلقش. يعني بص عايز ايه عشان تاخد ما تحدي بقى. ما تحدي وانا بحب التحدي. دون يعني ايه بدون تردد. هوبا ايوه اديله بص ايه. طبعا احنا دلوقتي بنفطر فالميه عز الطلب. الله عليك ده انت عملتها في 5 ثواني مش في 20 ثانيه. تخلص الاسئله بص اهي فاضيه. عاش كده يا معلم. انت كنت واخد 3 نقط، والسؤال ده بكام؟ ب3 برضه. فانت كده بقيت 6 وانا بقيت 4. يعني كده البرنس ابتدى ايه يخش في السكه بتاعت الايه، ضرب نار تحت الحزام. الله ينور عليك. نرجع بقى هوبا لبقيه الريفيو بتاعنا. ومعانا بيج تيستي تشيكن، انما ايه على الاخر. ده الحجم الكبير. هم عندهم حجمين، الكبير والكبير قوي. فيا عزيزي المشاهد هذا السندوتش البرجر الكبير ثمنه 80 جنيه. خش لي بقى على البرجر للناس اللي بتحب التشيكن. واحد كده بيج تيستي، شكل العيش عليه سمسم ومغري قوي. تعالى بقى نخبط السندوتش ده ونشوف ايه الكلام. حجمه حلو على السعر. اخبط انت حته وانا حته. المهم ما يكونش الحجم، المهم يكون الطعم. عشان نشوف برضه هقول لكم يا شباب السندوتش فيه ايه. هو طبعا شكله رقاق، وفيه حته تشيكن باينه، وفيه سلايس كده باين ان هي ايه جبنه مع حبه خس. ايوه عارفك اللي بتتفرج، عارفك اللي قاعده هناك كده على الكورنر، ريقك ابتدى هتتكيف، خصوصا ان هو عليه صوص البيج تيستي. انا بصراحه لحد دلوقتي اتكيف. انا خدت قطمه. السندوتش ده بريم. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. العيش بتاعهم حلو ومحطوط عليه سمسم، وده عاده بيحل طعم السندوتش. كومبو اللي معمول جوه السندوتش مظبوط. انا بصراحه طعم التيستي باين جدا في السندوتش. الفراخ نفسها حلوه، مش عارف اقول فيها شعر دي ولا اعمل فيها ايه. بصراحه متكيف لدرجه فظيعه. عارف الحاجه اللي هو من كتر جمالها ختمتك. يعني تقدر تقول السندوتش ده عجبك اكتر من كل الايتمز اللي احنا جربناها قبل كده. بصراحه بكتير. يعني هو لو هيركز في السندوتشات يبقى زي الفل. هو الفرايد تشيكن طبعا هو ملعبهم، دي اكتر حاجه واضح جدا ان هم كويسين فيها. حجمه كان حلو، تديه كده
ده فير اند سكوير، يعني زي ما 8 من بيقولوا 10 بصراحة. 8 من 10 لحد دلوقتي. ده احسن ايتم احنا جربناه. تعالى بقى نشوف قصه البرنس اللي شكله هيغلبني ده. هوبا يا معلم، وكالعاده اسحب كارتين. ادي واحد ادي الثاني. الحاجه المره دي اللي هعملها شكلي هنهم عليها. بيقول لك يعني انا عايز يعني اخد الايه. الاول هتعمل ايه الاول؟ عايز اخد قول ولا اعمل؟ طب قول انت المره دي الاول. ماشي انا هعمل اول. انا هقول اول حاجه، يعني انا هقول على طول. قول. اكتر واحد في القعده بتغير منه او منها، اكتر حد بغير منه في القعده هو. بس ليه بقى؟ ايوه عشان دايما بيفوزني في البلاي ستيشن. انا ما بعرفش العب فيفا، هو ماهر فيها. كل ما اجي العب معاه يشيلني 6، يشيلني 7، يشيلني 10. طب يا معلم، ما احنا برضه لما بنلعب نيد فور سبيد انت برضه حريف وبتقعد بقى ايه بفوزك. العربيه ايه بقى؟ البي امايه واخد لي بالك، وتيجي الهوبا دريفت وتيجي على النايتروس، وفي الاخر الخط الاحمر وبيجي يا معلم كل مره على اخر تنتوفه بيجي هو اللي كسبان. انا بقى يا معلم المره دي مش هقول، المره دي انا هعمل. بيقول لك ادلق كوبايه ميه على راسك، فاحنا هنجيب كوبايه الميه ونطلق بقى. اطلق بقى. ادي كوبايه الميه زي ما انت شايف، الميه جواها اهي. بص اهو يا معلم، هي كوبايه شفافه. امسك بقى انت كده يا معلم. تناولني انا الشرف ان انا اتفضل بقى. عشان انا غلاوي شويه وعايز اطلع الجلد. فرصتك دي جت لحد عندك يا برنس. اصبر بقى ايه عشان النتره الناس اللي بتلبس بلبل جلاسز، وهي هوبا بقى ايه، هوبا مره واحده يعني. هوبا مرة واحدة؟ اشطفني يعني، ارزعني مره واحده. ربنا يستر. فاكر اني قلت لك بلاش. انا بقول لك اهو. واحد دش كده يا معلم. بص ايه، بص الميه اهي بص. مش محتاج، ما هم شايفين. احنا كده محتاجين. طب ايه، ننشف ونرجع؟ هننشف ونرجع لكم خالص. ننشف ونرجع تاني. انا شكلي كده هقوم اغير التيشيرت. اصبروا بقى لحظه. وغيرنا اهو يا شباب. ما حاجه عندي ان النضاره ما اتخرقتش. انا كنت 4 فخدت 3 نقط، فانا كده بقيت 7 وانتوا كنتوا 6 وخدت 3 نقط بقيت 9. فرق بقى نقطتين. قربنا، بس خلينا نشوف اخر ايتم معانا. ده الحلو، اكيد ده الحلو. ده بقى يا معلم الحلو. هم أنا قلت المفروض كده. عندهم حاجتين. المفروض بيبقى عندهم بلح وعندهم نوتيلا، فانا مش عارف ليه هم ما عندهمش نوتيلا خصوصا في رمضان. بعد يقول لي بلح عندنا بلح. فقشطه نشوف البلح ده. انا ما جربتوش قبل كده، احنا ما جربناهوش قبل كده صح؟ انا اول مره في حياتي اشوف الحلويات بالبلح. ده الحجم زي ما انت شايف الصغير. وده ثمنه كام بقى؟ ده ثمنه 25 جنيه. فتعالى بقى يا معلم نديج ان نشوف طاجن اللي هو المفروض البلح ده هيبقى عامل ازاي. هو طبعا على الوش، اللي على الوش دي شكلها ايه، كريمه صح؟ انا عجباني اللي على الكريمه اللي على الوش. اولا هو تمر على فكره مش بلح كمان. وبعد كده هيبقى فيه كميات سعرات حراريه تخليك تجري من هنا للصبح. يعني بص، بس هي الفكره هو كاختراع ان يكون كريمه على الوش هي الكريمه اللي على الوش جامده جدا. مش هتبقى باينه في الكاميرا قوي زي ما انت شايف كده. اللي على الوش ده كريمه، والاسود ده اللي هو المفروض البلح والتمر. انا هاكل الكريمه واسيب لك من تحت، عشان انا تحت ده مش قادر استصيغه. يعني انا بحاول كده اسحب حته بس مش قادر استصيغه. هو طعم يا معلم يعني بالامانه بالنسبه لي انا اول مره ادوقه طعمه شغال. يعني انا من الناس اللي بيحب التمر، الكميه حلوه شغاله. كان نفسي اجرب النوتيلا قوي. طبعا النوتيلا كانت هتبقى حاجه ثانيه. طيب يا معلم انت ايه رايك؟ يعني شايف ان الحلويات دي تستاهل ان انت تجربها؟ انا عن نفسي مش هجربها تاني. انا لو اجرب النوتيلا. بس ده انا عن نفسي اديله 3 من 10 كحلويات. هو هيبقى شغال لو انت بتحب التمر، لكن لو انت طبعا عايز حاجه حلوه النوتيلا هيبقى في حته ثانيه. المطعم يعني جودته متوسطه واسعاره تقدر تقول عليها غاليه سيكا. فتقييم المطعم يا برنس هيبقى كده بالامانه 5 من 10. انت بقى ايه اكتر حاجه يعني عجبتك؟ الباستا ولا بيج تيستي؟ من غير كلام. هو البيج بدون تيستي بس؟ بدون نقاش. مفيش اي حاجه تانية جنبه؟ طبعا الهايلايت الاهم ايه من البيج تيستي؟ ان انا بقيت البيج، انا اللي فزت. الانتصار. هو الفرق مش كبير يعني 7 9 بس. يعني ايه اسمه في الاخر ايه؟ فزت. فوز. اسمك غلبتني. تحدي المره دي هو البرنس اللي كسب. وده كان الريفيو بتاع المطعم ده. يا رب يكون الريفيو ده عجبكم. لو انت جديد معانا عجبك الحوار، احنا اكل الديابه ريفيو المطاعم وبنجرب الحاجات الجديده وبنعمل كده في الوسط زي تحدي عشان يبقى الموضوع ظريف وفاني وتتسلى معانا وانت بتتفرج. لو عجبك الحوار ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير لاصحابك وزمايلك اللي بيحبوا الاكل واللي بيحبوا يقضوا وقت جميل. واهم حاجه تنسوش صفحه الانستجرام هتلاقوها هنا اهوت، والفيسبوك هتلاقوها هنا اهوت، وكمان
الهاشتاج بتاع اكل الديابه، كله يفعله ويكتبه. ادي زوبة زقة، وما تنساش تعمل شير لفيديوهاتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا اول باول. ده غير ان احنا عندنا بلاي ليست عليها كل الفيديوهات، هتلاقيها فوق اسمها اكل الديابه عشان تتفرج على الحلقات اللي فاتت. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. نشوفكم في حلقه جديده من حلقات اكل الديابه. بيس.